أود أن أعرض عليكم معطيات حول ملف نشاط استيراد وبيع السيارات، حيث يجدر التنويه بهذه المناسبة بشكل يحفظ لا سيما الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية التي تم تسجيلها من خلال التضخيم المعتبر للفواتير وما صاحبه من نزيف للعملة الوطنية وللمقترحات الأمة. كما أن هذا الإطار التنظيمي الجديد سيضم تدابير إضافية لحماية حقوق المستهلك ضد الممارسات غير القانونية التي سجلت سابقا أدت إلى حرمانهم من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع. وسيعرض الإطار التنظيمي الجديد طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع وزراء مجلس وزراء المقبل. وأنتم تلاحظون الخطوات المتسارعة التي نقوم بإنجازها على أرض الواقع بالنسبة لتعاقداتنا مع العلامات الكبرى من أجل تحقيق صناعة حقيقية، صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر. فكفانا من سياسة البريكولاج التي أثرت على معنويات الشعب الجزائري وعلى معنويات الشباب الجزائري وعلى معنويات. فهذه السياسات التي سوف تسمح لنا بأن نكون في مصاف الدول الكبرى، الدول التي تحترم نفسها وتحترم مقدوراتها ومكوناتها. فبإذن الله تعالى لقد وقعنا عقد كما رأيتم في ليلة ما قبل الأمس، وسوف نمضي قدما مع شركات كبرى على أن تلج المقاربة التي قررتها الدولة الجزائرية بكل سيادة. كما لا يفوتني هنا الإشارة إلى التقدم الهام الذي عرفه ملف إرساء صناعة محلية حقيقية للسيارات، حيث أشرت سابقا إلى المفاوضات المتقدمة التي تمت مباشرة مع مصنعين لعلامات عالمية للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا، حيث بدأت تتجسد هذه المفاوضات من خلال الاتفاق الإطار الأول الذي وقع يوم الخميس 13 أكتوبر 22 مع مجمع سيارات ستيلانتيس، وفي هذا في انتظار إتمام مشاريع أخرى كما قلت وفق المقاربة السيادية للدولة الجزائرية.